لو في حد انت بتحبه مش بيبادلك نفس الاهتمام اللي انت بتبادله له والموضوع ده تعبك نفسيا جدا، تتصرف ازاي؟ تعالوا بالراحة كده نقسم الموضوع لجزئين: inside reason و outside reason، سبب داخلي وسبب خارجي. السبب الداخلي ممكن تكون انت من جواك رافع الاكسبكتيشن او التوقعات، يعني هو واقعيا بيهتم بيك اهتمام طبيعي ونورمال جدا، بس انت اللي رافع سقف توقعاتك وبتطمح لاهتمام اعلى واكبر بناء على احتياجاتك النفسيه والعاطفيه، بناء على فقدان الامان اللي عندك، بناء على احتياجك النفسي للشعور بالاهميه. فدي عوامل ممكن تخليك تطلب اهتمام اكتر من الطبيعي والمفروض ان هو يحصل، وده للاسف في اغلب الحالات ممكن يسبب نفور الطرف اللي قدامك منك. علشان كده ضروري جدا تغير زاويه تفكيرك وتعمل انت توازن في الاخذ والعطاء، يعني قلل سقف توقعاتك على قد ما تقدر، وما تعتمدش على الشخص اللي قدامك اعتماد كلي ان هو يلبي لك كل الاحتياجات النفسيه والعاطفيه دي. ده علشان نفسك واتزانك العاطفي، وعلشان الشخص اللي قدامك ما ينفرش منك. نخش بقى على الاوت سايد ريزون او السبب الخارجي. ممكن يكون الطرف اللي قدامك عنده ضغوطات ومسؤوليات كتيره جدا بتمنعه ان هو يكون متواجد معاك باستمرار، وممكن ما يكونش عنده ضغوطات ولا حاجه، بس هو مش عايز يتواصل معاك علشان حاسس بنفور منك من كتر ما انت متعلق بيه، او ممكن بسبب ان هو ضامن وجودك وعارف قد ايه انت بتحبه، فخلاص بقى الموضوع بالنسبه له لا يستحق ان هو يبذل اي مجهود. وفي الحاله دي انت بس مش هتقلل سقف توقعاتك، لا ده انت كمان هنا لازم تقلل من معدل الاهتمام اللي انت بتديهوله. غلطتك هنا انك فاكر كلما زاد معدل اهتمامك الطرف اللي قدامك لازم يبادلك بالاهتمام ده، لكن لا عزيزي، الدنيا مش بتمشي كده خالص. قلل سقف توقعاتك، قلل من اهتمامك علشان ما يبقاش حق مكتسب، قلل من عتابك لو انت بتعاتب كتير فعتابك ده ملهوش جدوى فمفيش داعي انك تعاتب تاني. ساعتها هو هيلاحظ كويس التغيير ده، وهيتعمل ارتباط شرطي جوه عقله الباطن ان هو لو فضل بيتمادى بالاهتمام اللي هو مش بيديهولك انت فعلا هتبعد وتختفي من حياته، وفي النهايه في التخلي تجلي.